ويا مساء الخيرات. لو أول مرة تعملي كنافة تعالي أقولك على التفاصيل والتريكات اللي تخليكي تعمليها أحلى من الجاهزة. أول خطوة تشغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 180. تاني خطوة هتجهزي الشربات لأنه لازم يكون بارد لما الكنافة تطلع من الفرن. تحطي في حلة كوباية ونص سكر عليهم كوباية مية وعصرة نص ليمونة، وهتحسبي 5 دقايق من أول ما تغلي الشربات وبعدين تطفي النار. دي الطريقة الأساسية. ممكن كمان تحطي فانيليا وممكن تحطي قرفة، بس أنا ما بحبش غير الطريقة الأساسية وبس. الكنافة بقى عشان تبقى سهلة معاكي وانتي بتكسريها يفضل تحطيها في التلاجة تتجمد الأول وبعدين تطلعيها تبدأي تكسريها، هتتكسر معاكي بمنتهى السهولة. هتجيبي بقى كوباية سمنة وتسيحيها على النار وتحطيها على الكنافة وتبدأي تبسي الكنافة كده بإيديكي، تتأكدي إنها اتغلفت كويس جدا جدا بالسمنة. دلوقتي هنعمل الكريمة أو القشطة. هتجيبي حلة هتحطي فيها كوبايتين لبن عليهم معلقتين كبار ونص نشا ومعلقة كبيرة سكر، وممكن ما تحطيش السكر، وهتبدأي تقلبي فيهم على البارد الأول لحد ما تتأكدي إن النشا داب في اللبن، وبعدين تفتحي عليهم النار وهتستمري في التقليب وما تسيبيش النشا في اللبن عشان ممكن لو سبتيه يكلكع معاكي. هتستمري في التقليب لحد ما يتقل يبقى معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده، هتطفي عليه النار. هنسيب الكريمة تهدى شوية ودلوقتي هنرجع للكنافة. هنبدأ نوزعها في البايركس أو الصينية بتاعتنا. الكمية دي نص كيلو، أنا قسمتها لجزئين، جزء هيبقى بالطبقة اللي تحت وجزء الطبقة اللي فوق. هبدأ أوزع الطبقة اللي تحت كويس وهبدأ أضغط عليها بإيديا كويس جدا، أو لو عندك حاجة تقدري تضغطي بيها عليها بحيث إن احنا نثبت الجزء الأول في الصينية ويكون متماسك كويس جدا. هننزل بالكريمة على الكنافة، والتركة المهمة هنا ان احنا لازم نسيب الكريمة تهدى خالص وتبرد، وهتلاقيها بعد ما تبرد هتتماسك شوية عشان النشا. هنا كنت بوريكي ان النشا خلاص او الكريمة خلاص بردت وبضغط عليها، بتحسيها زي الجيلي كده، بترب معاكي زي الجيلي، يبقى كده خلاص هي جاهزة ان انا ابدأ احط عليها الطبقة التانية. بعتذر لو في صوت دق جنبي. هنبدأ نحط الطبقة التانية بقى، هنفردها بحرص شديد علشان الكريمة ما تطلعش بره. زي ما بعمل كده بتنزلي حبة وتوزعيهم وبعدين تنزلي حبة تانية وتوزعيهم وهكذا لحد ما تخلصي كمية الكنافة كلها. وبعدين هتبدأي تضغطي عليها بإيديكي ضغط خفيف جدا جدا، مش زي الطبقة الأولانية خالص، لا ضغط خفيف. وتبدأي تدخلي الجوانب كده على الكريمة بحيث إن تكون الكريمة متغلفة بالكنافة برضو ما تتحرقش في الصينية. وبعدين هتدخليها الفرن تتحمر من تحت، هتلاقي الحروف بتاعتها من تحت بدأت تبقى لونها كده أحمر أو بامبي غامق. تروحي فاتحة عليها الشواية تاخد اللون الذهبي الجميل ده من فوق وتطلعيها على طول. هتسيبيها تهدى 5 دقايق بالظبط، وبعدين هتبدأي تسقيها بالشربات البارد اللي احنا عملناه في الأول. هتسيبيها 10 دقايق كمان عشان الشربات تتشرب في الكنافة، وبعدين تبدأي تقطعيها وبألف هنا. ما شاء الله اتاكلت وهي سخنة، ما قدرناش نصبر لحد ما تبرد من جمالها. سهلة وسريعة وتقدري تعمليها في أي وقت. يا رب يكون الفيديو فادك، ولو أول مرة تدخلي المطبخ وعايزة تعرفي طريقة أي حاجة ياريت تكتبيلي في الكومنتات.